في فيديو لجريمة حصلت في الأقصر هيقابلك وانت بتقلب في الفيس لأنه بقى ترند خلاص للأسف. من أجل سلامك النفسي ما تفتحوش ولا تخلي فضولك يسوقك إنك تفتحه، خاصة لو عندك فوبيا أو حساس أو بتقرف لأنه بشع، وهقول لك حالا ليه. هو عبارة عن فيديو 25 ثانية، وقصة الفيديو علشان تبقى عارف هو إن موظف بعض الشهود قالوا إن مدمن مخدر شابه نزل الشارع في منطقة أبو الجود في الأقصر وقابل واحد راجع من الوردية بتاعته، فمن غير أي سبب كده راح جايب رقبته وفصلها خالص ومسكها ومشي بيها في الشارع وهو بيقول كلام مش مفهوم وبيتصرف تصرفات غريبة زي إنه ياكل منها أو يغمس إيده ويكتب حاجات على الحيطة وأشياء من هذا القبيل. وطبعا الشرطة جت وحققت وقبضت على الجاني. تعالوا نعرف مع بعض هو عمل كده ليه. أنا أحمد طه، ما تنساش تعمل لايك ومشاركة علشان ننبه الناس، وكمان تتابع صفحتنا علشان كل جديد، وربنا يحفظنا جميعا. طيب المتهم ده عمل ليه كده؟ أقوال الشهود حسب ما هو منشور بتؤكد إنه بسبب الشابو، وعلى افتراض صحة إن السبب هو الشابو لحد ما تقرير النيابة يطلع ونعرف إيه السبب الحقيقي. فإيه هو الشابو ده وبيعمل إيه في الإنسان؟ من المعروف إن الشابو أو الأيس أو الكريستال ميث هو منشط بيصطنع من المواد اللي بتعالج البرد، بيتسبب في نشاط عضلي ويقظة وزيادة الانتباه ونشوة غير طبيعية، ولأنه رخيص وبيصنع في معامل بسيطة، يعني سعر الجرام عامل له مثلا بتاع 300 جنيه أقل أو زيادة، وبتزيد على حسب العرض والطلب، ولأنه بيعمل دماغ بسرعة فانتشر بسرعة. ومش هنا بس، منتشر كمان في المكسيك وأمريكا وبعض الدول، ولسهولته ورخصه بيسموه مخدر الشارع أو ستريت دراج. وزي ما بيعمل دماغ بسرعة وبتروح الدماغ معاه بنفس السرعة، وعشان المنشط ده بيسبب طفرة رهيبة في أفراز الدوبامين أحد هرمونات السعادة، فالمتعاطي بياخدها بشكل متتالي، يعني كل شوية يشد له حبة كده من غير أكل ولا شرب طبعا ومن غير نوم، وده بيسبب هلاوس سمعية وبصرية وحالة من الجنون العظمة أو البارانويا، وبتخليه عنيف جدا وخطر على كل اللي حواليه. العنف ده بيسبب إن المخدر ده بيأثر على الوظائف العليا في الفص الجبهي في المخ، زي الإدراك والانتباه والذاكرة والتعلم وحل المشكلات واتخاذ القرار وغيرهم. واحد من أهم الوظائف اللي بيأثر فيها حاجة اسمها السيطرة المثبطة. الوظيفة دي اللي بتخلينا ما نبقاش همج أو نتصرف بعشوائية، فالمخدر ده بيسبب خلل ويخليه عنيف وهمجي، وبيأثر كمان على حكمه في الأمور. فبالتالي اللي بيتعاطى بيوصل لحالة اللي هي بيسموها غير مدرك الأمور، ما بيفرقش بين خاله وبين عمه وبين أبوه وبين الشيطان والعفريت والخرفان والعجول اللي في المزرعة ولعب الببجي وأي حاجة، وممكن يعمل أي جريمة بدون أي حساب. وللأسف اتكرر كتير، آخرهم الفيديو ده المقصود في الفيديو ده اللي فيه راجل بس معدي في الشارع حصل فيه كده. خليونا نتكلم في المهم. تاني بقول والله على ما أقول شهيد، محدش يفتح الفيديو من أجل سلامك النفسي بجد، بقول كده وبقول لك ما تفتحوش، مش هتخسر حاجة واديك عرفت اللي فيها. وفي المقابل يا ريت الحكومة تهتم شوية بانتشار المخدر ده وتعمل على منعه ومعاقبة بائعيه بشوية شدة. أنا أحمد طه، أتمنى تعمل متابعة ومشاركة. شكرا على حسن استماعكم. شكرا.